فريق الوداد. كنقول بان تابعنا اخطاء مستوى يعني التغطيه الدفاعيه، وبالتالي فريق الوداد يستغل هذا يعني الخطا الدفاعي ويحصل جزاء. ايمن الحسوني في نقطه جزاء، الحكم كيطلب من احمد مروان بيساك بانه ياخذ المكانه ديالو. اذا ضربه فريق الوداد مبنى عبد الرحيم طالب، ومحاوله اخرى وفرصه اخرى في فريق الوداد بانه حتى انه ياخذ تقدم اللقاء في هذه المواجهه. اذا ايمن الحسوني كيوضع الكره في نقطه الجزاء امامنا. ايمن الحسوني سيكون وجها مع الحارس احمد مروان بيساك. الحكم دائما كيطلب اللاعبين ديال الفريقين بانه يخرجوا خارج مستطيل العمليات من اجل تنفيذ هذه ضربه جزاء. اذا ايمن الحسوني يستعيد للتنفيذ. ايمن الحسوني لفائده فريق الوداد الرياضي البيضاوي من نقطة في الجهة اليمنى والكرة في الجهة اليسرى. فرحة كبيرة للاعبي وكذلك الطاقم فريق الوداد اللي كياخذ التقدم مرة أخرى في هذا اللقاء على بعد 15 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمواجهة. أمامنا لاعب أيوني الذي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفائدة فريق الجزاء. لاحظوا الفرحه ديال جماهير فريق الوداد بهذا الهدف اللي كيمنح التقدم من جديد لفائده فريق الوداد. لاحظوا ايمن الحسوني كيوضع الكره في المكان بعد ما احمد مروان بيساك اختار جيب، وهدف ثاني لفائده الفريق الاحمر فريق الوداد. اصبح النتيجه ان الهدف مقابل هدف واحد في الوقت اللي مازال سيف الدين بوراوي كيستعدوا للدخول. تابعوا الفرحه الكبيره للاعبي فريق الوداد. اذا الان غادي يتم خروج مسجل وموقع الهدف الثاني ايمن الحسوني، ويغادر كيترك مكانه لسيف الدين بوراوي مع بوليسامبو جونيور. كذلك الهداف عن اهداف اخرى ياخذ مكان حميد احداد.